في شهر 9 من عام 2024 الالاف ديال الشباب اتفقوا انهم يديروا حرقه جماعيه، والقاسم المشترك من بين هاد الناس من غير انهم فاقدين الامل انهم صغار في السن قاصرين. والسبب تقدر تلقاه تفسير سطحي، واللي هو انه القوانين الاوروبيه كتمنع انهم يرحلوا القاصرين اللي دخلوا لعندهم، ولكن هذا سبب سطحي. والدليل عليه انه نفس الشهر كانت واحد الحادثه اللي مقززه وقعت في طنجه، ابطالها قاصرين عاوتاني. حادثه ديال تحرش اخر فئه اجتماعيه تخيل ديرها في المجتمع المغربي هي الاطفال. والمشكله هادشي كامل وقع في الشهر ديال الدخول المدرسي مع القرايه والتوجاد وغلف الكتوبه. وهنا بزاف ديال الناس حاولوا يفسروا علاش عندنا الاطفال فاقدين الامل وهما المغرب ديال غدا. طبعا الجواب على هذا السؤال صعيب وصعيب بزاف، ولكن اعتقد حتى شي واحد ما غادي يختلف انه نظام التعليم عندنا في المغرب عنده دور اساسي في هذه الكارثه اللي وصلوا لها الاطفال ديالنا. كلنا حاضرين في الذهن ديالنا الاضرابات الكثيره اللي داروا الاساتذه على مر هذه السنوات، وكل شيء تيقول بين من بعد التوتر الكبير اللي كان في هذا القطاع النتيجه تكون هكذا. وحنا تنقولوا القضيه اعمق بكثير من هذه الاضرابات اللي كانوا الاخرين. القضيه باديه من التاسيس الاول ديال التعليم في المغرب وقت الاستعمار. في الحقيقه هذه الحلقه كنا كنوجدوا فيها على اساس باش ندويو على المدارس الرائده اللي بغات دير وزاره التربيه والتعليم، ولكن ملي جينا نشوفوا انه هذا الحل اللي بغات دير الوزاره هو حل ديال المشكل قديم، وملي كنجي نشوفوا المشكل السبب ديالو كتلقى عنده سبب اخر وسبب اخر وهكذا وهكذا حتى كتغرق في الزمن. هذا الفيديو خدت لنا مجهود ووقت كبير وتراجعت من عند مختصين في التعليم. هذا الفيديو فيه معلومات فعلا صادمه غتسافر بينا في تاريخ المغرب وتوريك بالملموس كيفاش شحال هذه اثر على دابا، وغادي تفهم كيفاش وصلنا لهنا. فيديو شويه طويله ولكن غادي تنضيق وما غاديش تلقى بحالها، فنطلب منك طلب واحد قبل نكملوا، واللي هو تابونا عندنا في القناه راه دغيا بالتليكوموند اللي كتفرج في التلفازه او بالتليفون سور بلاص. هذا الجيست البسيط هو الشكر ديالك لينا، وملي تسالي انت حكم وخليه لتحت التعليق. ما نطولش عليك نخليك مع السبونسور. هذا الفيديو برعايه سيهير، الشركه المغربيه اللي كتوفر ضيافه بجوده عالميه، وهذا الشيء راه بالشهاده ديال الزبناء ديالهم. الشركه جات اليوم بحله جديده وزادت حتى بلايص جديده اللي غادي تحلوا عما قريب، طنجه ومراكش، بالاضافه طبعا لكازا، الرباط، اكادير اللي ديجا كان. الا كتقلب على شي بلاصه فين ترتاح او شي بلاصه فين تخدم تلقى الاجواء ديال الخدمه اللي بغيتي في هذه المدن اللي ذكرت لكم، احسن بلاصه تقدر تمشي ليها هي السيهير. وثيق بيا راك ما غاديش تندم، ريزيرفي في السيت عندهم راه سور بلاص، وغادي تستمتع باصول الضيافه المغربيه على حقها وطريقها. شكرا لكم السيهير على دعم المحتوى ديالنا، بلا بكم ما كناش نقدروا نديروه. نكملوا في القناه ديالنا. اجي تفهم درنا واحد الفيديو على تاريخ العلاقات ما بين المغرب والجزائر، واللي كنذكروا فيه تاريخ المغرب من الجدر من بدايه التاريخ الى حدود دخول فرنسا للمنطقه. الا تفرجتي في هذه الحلقه غادي تاخذ نظره عامه ومزيانه على كيفاش كان تاريخ المغرب باش تكمل معنا هنا، ابتداء من الوقت اللي دخل فيه الاستعمار للمغرب. هذا الاستعمار اللي حرفيا قلب المجتمعات ديال الدول اللي استعمرها، وهذه التقليبه كتبان بشكل كبير وواضح في التعليم. اي تغيير كدير دابا في التعليم هو اللي كيصنع لك المجتمع ديال المستقبل. قبل من الاستعمار التعليم في المغرب كان هو التعليم الشرعي اللي تيكون في الجوامع والزوايا، تيكون حكر على الذكور وباللغه العربيه، واللي حفظ القران وبعض الكتب يقدر يلتحق الى بغى القرويين بن يوسف في مراكش. هذا التعليم غير الزامي وغير مؤطر، الطلبه كيتجمعوا في حلقه على الفقيه ولا العالم تيقراو عليه نص من كتاب وهو كيشرح لهم ويفسر، وكان اللي كيقرا مثلا في القرويين تيبقى عايش تماك بحال دارو. وحسب طموح كل طالب المسيره ديالو في العلم كتحدد، واش يكمل يقرا تما ولا يخرج يقلب على علم اخر وهكذا. وقت السلطان الحسن الاول اللي حكم ما بين 1873 حتى ل 1894 كان غالبيه الشعب المغربي امي، ما تيعرف يقرا ما تيعرف يكتب، اللهم حافظ بعض الصور ديال القران اللي يقدر يصلي بهم. وكان غالبيه ديال الشعب المغربي عايش في البوادي اكثر من 90%. وقبل من الحسن الاول في فتره السلطان محمد الرابع، وبالضبط في عام 1864 خرج ظاهر من عند السلطان واللي تيقول فيه السلطان: نأمر من يقف على كتابنا هذا من سائر خدامنا وعمالنا والقائمين بوظائف أعمالنا أن يعاملوا اليهود بميزان الحق والتسوية بينهم وبين غيرهم في الأحكام، حتى لا يلحق أحد منهم مثقال ذرة من الظلم ولا يضام ولا ينالهم مكروه ولا اهتضام. هذا الظاهر خلى
انشطه اليهود المغاربه رسميه، ومن بين الانشطه ديالهم المدارس التلموديه، واللي تحولت من بعد للمدارس الاسرائيليه. وهنا كلمه اسرائيليه في ذاك الوقت ما كانتش كتعني اسرائيل اللي كنفهموا دابا، وانما كتعني بني اسرائيل اللي مذكورين في القران. فيها البيت الاول الثاني الثالث، وتيقريو فيها باللغه الفرنسيه واللغه العبريه. المدارس وصل العدد ديالهم في 9 ديال المدن مختلفه، وهذا الشيء اللي كنقول لكم في عام 1908 عدد الطلبه ديال اليهود في هذه المدارس ديك الوقيته 1908 كان 4000 طالب. بالاضافه لهاد الجوج كانوا المدارس ديال الجاليات الاجنبيه. في عام 1908 في المغرب كانت 13 مدرسه اسبانيه، و4 المدارس انجليزيه، و6 ديال المدارس فرنسيه. المدارس الفرنسيه كانت مقسمه جوج الانواع، 3 مدارس فرنسيه عربيه، وهاد المدارس اللي كتسمح انه المغاربه يدخلوا يقراو فيها، وكانت كتقريهم التعليم الاولي بالفرنسيه وبعض المواد باللغه العربيه، و3 الاخرين كانت فرنسيه محضه، وهذه كتقري الاجانب الفرنسيين اللي ساكنين في المغرب، وكتقريهم 100% بحال نظام التعليم اللي كان في فرنسا ذاك الوقيت. وهذا هو الوضع اللي دخلت عليه فرنسا، تعليم اصلي في الجوامع بالعربيه، تعليم حديث عند اليهود بالفرنسيه والعبريه، وتعليم ديال الجاليات الاوروبيه اللي ساكنه في المغرب. في كتاب اضواء على مشكل التعليم في المغرب اللي كتبه المفكر الراحل محمد عبد الجابري، واللي كتبه في عام 1973 تيشرح لنا بالتفاصيل الممتعه جدا هذه المرحله من تاريخ التعليم في المغرب. عبد الجابري انسان مختص في التعليم، هذا الشيء علاش بزاف ديال المعلومات اللي غادي نذكروا في هذه الفقره راه خديناهم من الكتوبه ديالو. وتيقول عبد الجابري فيما معناه انه ملي دخلت فرنسا للمغرب غادي ترسم سياسات التعليميه للمغاربه كتختصرها جمله قالها مدير التعليم في المغرب جورج هاردي، واللي المنصب ديالو يوازي منصب وزير التعليم في دوره تكوينيه لاطر التعليم اللي كانت في مكناس في عام 1920. ضمن خطاب طويل قال ان اكثر ما يجب ان نهتم به هو ان نحرص على ان تصنع لنا المدارس الاهليه رجالا صالحين لكل شيء ولا يصلحون لاي شيء. وحسب مقوله اخرى عند المستعمرين تتقول يجب اخضاع النفوس بعد اخضاع الابدان. السياسات ديال فرنسا كان الاساس ديالها اخضاع المغاربه عبر التعليم، هدفها تعلم واحد النسبه قليله من المغاربه بالقدر الكافي اللي يخلي منهم يد عامله كتخدم في الاشغال اليدويه البسيطه وما تتفكرش، كتصلح لكل شيء وما صالحه لوالو. ولهذه الغايه صوبت نظام تعليمي مبني على اساس طائفي عرقي وطبقي بثلاثه. صوبت المدارس ديال المغاربه المسلمين وديال اليهود وديال الاوروبيين، وصوبت حتى المدارس ديال الامازيغ واللي كانت كتسميهم بالمدارس البربريه، واللي كانت الغايه عندها من هذه المدارس هو انه تقسم المغاربه على اساس عرقي تبع المقوله المعروفه فرق تسد. في هذه المدارس البربريه اللي خلقت كانت كتقرا فيهم اللغه الفرنسيه فقط، والمواد اللي كانوا فيهم كان الغايه منهم انه تفصل الامازيغ عن الهويه الثقافيه ديالهم خصوصا الاسلاميه. ولكن لحسن الحظ هذه المدارس مع المقاومه ديال المغاربه فشلت وانقرضت، ولكن التاثير ديال المدارس الاخرى المغاربه المسلمين اليهود والاجانب باقي لحد الان، وانا نشرح لك كيفاش. نبداو بالمدارس الاهليه ديال المسلمين، قسمتهم لجوج ديال الانواع، المدارس التقليديه والمدارس الحديثه. المدارس التقليديه هما اللي كيتقرا فيهم العلم الشرعي، يعني المدارس ديال العلم الاصلي، خلاتهم كيف ما هما وضمنت انهم يبقاو مستمرين بلا ما يتطوروا. علاش؟ باش ماشي شي مغربي الا مثلا بغى يدرس العلم الشرعي ما يمشي يقلب عليه في مدارس المشرق، خصوصا المدارس ديال مصر، لانه في ديك الوقيته في مصر كانوا تيارات فكريه قويه اللي كانت ضد الاستعمار. الا شي مغربي ما لقاش العلم الشرعي في البلاد ومشى خرج لمصر يتعلمه غادي يجيب معاه الافكار الجديده اللي يتعلم واللي ضد الاستعمار، فضمنت انه يبقى كاين وهي محكمه فيه. بالنسبه للمدارس الحديثه هذه كانت مقسماها لثلاثه ديال الانواع، مدارس ديال ابناء الاعيان ديال النخبه الملعقين، وهذه الطبقه من الناس في ذاك الوقيته كان تعليمها تعليم نسبي، تعرف تقرا وتكتب وداكشي. كان فيها كبار التجار وعلماء الشرع ورجال المخزن والناس المرفحين بشكل عام. في هذه المدارس ديال ابناء الاعيان غادي يتعلموا فيها علم تطبيقي في ميادين التجاره والاداره. الغرض من هذه المدرسه انها تصنع لنا واحد الطبقه ديال المغاربه موظفين واعوان ديال الاداره الفرنسيه، واللي غادي تستعملهم كوسيط ما بين الاداره الفرنسيه وباقي عامه الشعب. النوع الثاني ديال المدارس مدارس المدن، وهذه مدارس لعامه الناس اللي في المدن واللي طبعا فقراء، وهادو التلاميذ فيها كيتعلموا المهن اليدويه خصوصا البناء والحرف التقليديه. ولا كانت المدن ساحليه التلاميذ كيتعلموا صيد بحري. ثلاثه مدارس البوادي، وهادو الفقراء ديال البوادي واللي كانوا كيشكلوا السواد الاعظم من المغاربه، اكثر من 90% كاينين في البوادي. الغايه من هذه المدارس
المدارس انها تعلمهم الزراعه والفلاحه. كيف ما كتشوفوا تكوين هذه المدارس على اساس طبقي، ورغم انه كان سميتهم مدارس مسلمه الا انه كانت لا علاقه مع الاسلام. كانت الاسلام غير في السميه. التعليم فيها كان كله بالفرنسيه وما دخلت ليه العربيه بشكل جزئي حتى العام 1944. اساليب التدريس العصريه كانت فيه منعدمه، النظام فيه هو حفظ وعرض، وتيقروا فيه تاريخ فرنسا المجيد والتاريخ اللي بغاو على المغرب. من الغايات اللي عندهم انهم يربطوا المغربي عاطفيا مع فرنسا عن طريق لغه التدريس واللي هي الفرنسيه. وكان التعليم ماشي الزامي وماشي عمومي، اصلا هما كانوا كيقبلوا واحد النسبه قليله في هذه المدارس، وكان حد الثانوي بالنسبه للمدارس ديال الاعيان. ومزيان نشرح لكم واحد النقطه، ملي كتسمع تعليم ثانوي يعني كاين واحد التعليم اخر سميتو تعليم اساسي. راه هاد المصطلحات في ديك الوقيته راه ما كيعنيوش نفس الحاجه دابا. ديك الوقيته التعليم مقسم لجوج اقسام، اساسي وثانوي. الاساسي كان هو الابتدائي وكان فيه 5 سنين، والثانوي كان هو الاعدادي والثانوي وفيه 7 سنين. هذا الشيء تقريبا اللي كان ذاك الوقت. وكان ممنوع على الشباب المغربي انه يمشي يكمل قرايته على برا المغرب منعا باتا. وهذا الشيء قلت لكم هو خلاصه كيفاش كان التعليم ديال المسلمين وقت الاستعمار. ندوزو دابا المدارس اليهود. مدارس اليهود ولا المدارس الاسرائيليه لقاتهم فرنسا في وضع احسن من التعليم الاصلي اللي كان عند المغاربه المسلمين. غيرت في هذه المدارس بواحد الشكل طفيف بحيث انها تخرج ليها ناس مزيانين في المحاسبه التجاريه والتسيير الاداري، وكانت جوده التعليم فيهم مزيانه بحال التعليم الاوروبي، وكتقرا فيهم اللغه الفرنسيه. الغايه من هذه المدارس انها تربط اليهود اكثر مع الفرنسيين وتوسع الهوه الثقافيه بينهم بين خوتهم المغاربه المسلمين. الشق الثالث المدارس الاوروبيين، وهادو كانوا فقط للاجانب. كان التعليم فيهم ممتاز بحال التعليم اللي كاين في فرنسا، وحكر فقط على الاوروبيين. سياسه التعليم في وقت الاحتلال الفرنسي مقسمه لجوج ديال المراحل. المرحله الاولى من بدايه الاحتلال عام 1912 حتى العام 1945. وعلاش 45؟ لانه العام اللي جاء من وراء امضاء وثيقه الاستقلال. وطبعا هذه الوثيقه باش تسنى راه كانت تروينه قبل، يعني بدات كتغير الامور. والفتره الثانيه ما بين عام 1945 حتى العام 1956 العام فين خدا المغرب الاستقلال. في الفتره الاولى النتائج كانت كارثيه في التعليم ديال المسلمين. تيقول الجابري في كتابه باللي انه نسبه الاوروبيين مقارنه مع المغاربه كتساوي 1/30، ونسبه اليهود مقارنه مع المسلمين المغاربه كتساوي 1/37. دابا كل طائفه شحال كيقرا فيها من واحد. وصل عدد المغاربه المسلمين في المدارس الابتدائيه في عام 1938 ل 23270 تلميذ، وفي المدارس الثانويه ل 608 تلميذ فقط. في حين شحال كتخيلوا وصل التلاميذ ديال المدارس الاوروبيه؟ 34,000 تلميذ، اكثر من المدارس المسلمه اللي فيها المسلمين اكثر من الاوروبيين. وشحال عدد اليهود اللي كيقراو في المدارس اليهوديه؟ 19,000 تلميذ. في العشر سنين اللي كانت من بين عام 1926 لعام 1936 10 ديال المغاربه المسلمين فقط اللي خداو الباك، وواحد فيهم اللي وصل للمستوى الجامعي واللي دار شعبه الحقوق. وهذا السيد خاصنا نديروا ليه تمثال. كحصيله في الفتره الاولى ديال الاستعمار واللي كتفوت 30 عام تخرجوا 3 ديال الاطباء، 6 ديال المحامين و6 ديال المهندسين فلاحيين. هذا الشيء اللي عطا الله. في هذه المده طراو احداث كثير اللي خلقت لنا واحد المجموعه من المغاربه صوبوا تكتل باش يطالبوا الفرنساويين انهم يحترموا وثيقه الحمايه اللي سنا معاهم المغرب، وتيقولوا للفرنسيين راه هذا الشيء عيب وعار، هذاك الشيء اللي سنا المغرب ماشي هو اللي واقع في ارض الواقع، وجمعوا راسكم معنا شويه. وهذه المجموعه ديال الناس مع تطور الاحداث غادي يوليو كيطالبوا بالاستقلال. وهذه المجموعه ديال الشباب هما الحركه الوطنيه، واللي من بعد الناس داولها غادي يشكلوا الاحزاب السياسيه اللي كنعرفوا الان. وابتداء من عام 1930 خلقت المدارس الحره، وهنا كلمه الحره جات بمعنى التحرر من الاحتلال الفرنسي. وهادو هما اللي غادي يشكلوا النواه الاولى ديال المدارس الخصوصيه اللي تنعرفوا اليوم في المغرب. هذه المدارس الحره كتقدم برامج دراسيه مختلفه تماما على المناهج الدراسيه اللي عند الفرنسيين، والهدف منها انها توفر بديل على المدارس اللي دار المحتل، بديل كيعكس الهويه المحليه المغربيه والثقافه ديالنا، خصوصا مساله اللغه. التمويل ديال هذه المدارس كان مبني على التبرعات ديال الناس، اشخاص كانوا كيتبرعوا ليها، وكانت كتقري زياده على حفظ القران تزادوا فيها مواد بحال التفسير والنحو وشويه من علم الحساب. بعض المدارس فيها كانوا كيقراو حتى التاريخ والجغرافيا وعلم المنطق. في هذه المدارس كان نظام الفصول القسم الاول الثاني الثالث حسب المستوى ديال التلاميذ، والمقررات باش كانوا كيقريو كانوا كيهربوهم من الشرق ورغم المحاصره ديال الفرنسيين. هذه المدارس كانت كتعطي تكوين تربوي، ولكن ما كانتش كتخرج لنا اطر مختصه، يعني عندهم دبلوم مختص في شي لعيبه. الهدف من هذه المدارس هو محاربه الجهل وزرع الروح الوطنيه عند التلاميذ المغاربه. في الفتره الثانيه اللي دامت من عام 1945 حتى خرج المحتل في عام
1956 غادي يطرا واحد التغيير مهم اللي غادي يقلب الحفله كامله وغيبقى تاثيره لدابا، واللي هو فرنسا خففت شروط قبول المغاربه باش يدخلوا للمدارس الاوروبيه، وهذا الشيء دارته تحت الضغط ديال الحركه الوطنيه اللي كانت كتشوف ان التعليم جيد ومستوى عالي كاين عند الفرنسيين. وحيناش فرنسا قووا عليها الجبهات في شمال افريقيا ولات طالبه غير تعادل وبغات تسلك الشوكه بنادم، وبدات كتستجيب للمطالب والضغوطات. وبسبب هذا الوضع الجديد تكبت الطبقه البرجوازيه والارستقراطيه المغربيه على المدارس الاوروبيه. تيقول الجابري باللي في عام 1955 عدد المغاربه في التعليم الثانوي الاوروبي وصل ل 1560 طالب، في حين عدد الطلبه ديال الثانوي اللي كان في المدارس المسلمه ديال المغاربه واللي كانت خصوصا في المدارس ديال ابناء الاعيان يلاه وصل 4233 طالب. ابناء الاعيان اللي كانوا في هذه المدارس ديال المسلمين ما بقاوش كيدخلوا تما ومشاو للمدارس ديال الاوروبيين، وعوضهم في هذه المدارس ديال الاعيان الطبقه المتوسطه المغربيه واللي يلاه بدات كتشكل ديك الوقيته. في العموم كان التعليم عند المغاربه كارثي. في عام 1957 يلاه 7% من نسبه الاطفال اللي خاصهم يكونوا في المدرسه هما اللي داخلين في المدارس، نسبه قليله جدا. وهنا بان واحد الوضع غريب عجيب التعليم المغربي اللي الباحثين في التعليم ما فهموا فيه والو، واللي هو هرم التعليم في المغرب التقلب. ولات نسبة المغاربة في التعليم العالي الجامعي اكثر بكثير من النسبة اللي خاصة تكون مقارنة مع التعليم الابتدائي والثانوي. تيقول الجابري باللي في عام 1955 نسبة الفرنسيين اللي كاينين في التعليم العالي مقارنة مع مجموع المسجلين في المدارس هي 1.8%. هذا الشيء اللي تنقول لكم في فرنسا اوروبا. دابا المغرب شحال كتوقعوا هذه النسبة تكون؟ وسط المغرب نسبة 7% اللي كيقراو، شحال؟ النسبة وصلت ل 1.5%. نسبة تضاهي نسبة الناس اللي كيقراو في التعليم الاوروبي في فرنسا، ولكن كاين اختلاف واحد الرقم صغير ولكن جوهري. عدد الفرنسيين اللي كانوا في التعليم اللي قبل من العالي يعني الثانوي والابتدائي كان اكثر من عدد المغاربه اللي في التعليم الابتدائي والثانوي ب8 الخطرات. 8. هذا شنو كيعني؟ كيعني انه هرم التعليم عندنا مقلوب، عندنا نخبه اللي كتوصل للتعليم العالي اكثر بزاف مقارنه مع القاعده واللي هو التعليم الابتدائي والثانوي. خاصو هاد الجوج يكونوا كثير باش يطلعوا لك ديك النسبه ديال 1.5، ولكن عندنا قليل ورغم ذلك ديك النسبه طالعه. يعني واحد النخبه قليله من المغرب هي اللي استفدت من التعليم وقررت تقري ولادها في التعليم العالي اللي كله بالفرنسي لانهم جايين من المدارس الاوروبيه. وعموم المغاربه اللي كانوا اغلبيتهم في البوادي وحتى اللي في المدن ما كانوش كيبغيو يصيفطوا ولادهم يقراو في المدارس اصلا. علاش؟ حيت التعليم اللي حطت فرنسا ولا تيخرج لنا ناس عاجزين اغلبيتهم تيخرجوا في الابتدائي، ما هو تعرف حرفه ما تيقدر يعاون والديه في الاعمال اليوميه، والعلاقه ديالو مع الموروث الثقافي المغربي ضعيفه. كانوا كيحسنوا الحسنات ديال الاوروبيين وكيتكيفوا الكارو، وفي نفس الوقت ما قارينش شي قرايه، واخدين من الحضاره الغربيه غير ما هو سيء. وهذا الشيء علاش المغاربه قاطعوا هذا التعليم وكانوا كيتسناو بفارغ الصبر الاستقلال. وفي 56 جا الاستقلال. وهنا نقول لك حبس، الا وصلتي لهذا الجزء في الفيديو فراك انت متابع سبيسيال، والمعلومات اللي غادي نقول لك في البقيه حتى هي مدهشه ومهمه جدا. فباش نعرفك قبل نكملوا خلي لي هذا الرمز لتحت باش نميزك على باقي الناس. كمل. ومن اللي غادي يجي الاستقلال غادي ترون. علاش في نظرك؟ ايوا سيدي النخبه اللي في الاستطاعه ديالها انها تشد البلاد والاداره وتدخل المناصب صناعه القرار الوزاريه وغيرها هي النخبه اللي قرات في التعليم الاوروبي، لانها ببساطه هي النخبه الواجده، ما كاينش ناس اخرين قارين بحالهم. هاد النخبه حسب ما فهمت من الجابري المنطلقات ديال التفكير ديالهم كانت غربيه ومعجبه بزاف بالغرب عموما، وفي نفس الوقت كانت عندنا واحد الطبقه اخرى قل منها عددا ونفوذا ولكن في نفس الوقت مناقضه لها، واللي هما الناس اللي قراو في المدارس الحره ديال الحركه الوطنيه اللي قلت لكم عليها اللي كانت كتقرا باللغه العربيه، بالاضافه الناس اللي كانوا قارين في الشرق. هذه المجموعه العلاقه ديالها مع التراث خصوصا التراث العربي الاسلامي كانت على طرف النقيض ديال المجموعه الاخرى، كانت كل مجموعه كتشوف الاخرى نظره الغريب. الجابري قال انه المجموعه اللي كانت متشبته بالتراث كانت كتشوف الغرب عن طريق الشرق، يعني عن طريق المدارس اللي قراو فيها، والمغاربه اصحاب المدارس الاوروبيه كانوا كيشوفوا الشرق عن طريق الغرب المدارس اللي قراو فيها. كان استقطاب فكري ما بين مجموعتين اللي كانوا كيشكلوا النخبه ديال المغرب واللي الاثار ديالو غادي تبان بشكل كبير في التعليم. من اللي خدا المغرب الاستقلال كان هجوم كاسح من عند الاسر المغربيه على التعليم العصري. الاسر كانت كتسنى بالليل والنهار قدام المدرسه شهرين قبل من الدخول المدرسي باش تشد بلاصه لولدها، وفي دماغهم هاد الاسر انه التعليم ما بعد الاستقلال هو غادي يكون تعليم جيد، كيف ما وعدت به الحركه الوطنيه فاش كانت كتحارب المحتل الفرنسي، واللي كانت كتحمس الجماهير بانه غادي يكون عندنا تعليم جيد ما بعد الاستقلال. هاد الوعد كان يستحيل كاع انه يطبق في ارض الواقع، مستحيل.
ابتدائي. ببساطه ما كاينينش الامكانيات في ارض الواقع اللي تقدر تستقبل جميع اطفال المغاربه، ما كاينينش مدارس، والاهم ما كاينينش الاساتذه تا واحد ما مكون. من الاول في صناعه التعليم في المغرب بعد الاستقلال كان عليه ضغط كبير، تيار شعبي جارف بغى يقري ولادو، وهذا الشيء بالنسبه لصناع قرار راه خطر، لانه غالبيه المغاربه كانوا كيشوفوا الناس اللي قراو خصوصا في التعليم الاوروبي عايشين مزيان ومرتاحين وهما فقراء، فبان لهم بشكل منطقي انه التعليم الجيد هو الحل الوحيد باش يرتقيوا اجتماعيا ويتحسن الاوضاع ديالهم. يعني انك ما تلبيش التعليم اليوم في ديك الوقيته راه غادي تنوض صداع وصداع كبير، فكان خاصو يدار شي حل دابا والان ما شغلناش. واحد المعلومه خاصك ديرها في بالك، انه كانت نسبه الخصوبه في ديك الوقيته عند كل مرأة مغربيه كتولد 7 ديال الاطفال، يعني مشكل غادي وكيكبر كل عام، ضغط كبير مع البديه. الشعار اللي خدت الحكومه من بعد الاستقلال لاصلاح التعليم هو تعريب المغربه والتوحيد. من الجهه ديال التوحيد من ناحيه المدارس ديال اليهود، مدارس اسرائيليه ما لغاتهمش، خلاتهم كيف ما هو، غير هو وحدت فيهم، كانوا جوج رابطات يهوديه كل وحده بالمدرسه ديالها، جمعتهم وولات رابطه وحده وخلاتهم شادين البروغرام ديالهم الخاص بهم، مدارس خاصين بالطائفه اليهوديه وما كتدخلش فيهم كاع. ومع مرور الزمن هاد المدارس بقاو غاديين تنقارضوا. من ناحيه المدارس الحره بقات، ولكن تبدل الدور ديالها مع مرور الزمن وانقسمت لجوج، مدارس اللي بقات عندها داك الشكل التطوعي وكانت كتقري في الاحياء ديال المدن وحتى هي انقرضت مع الوقت، والمدارس الاخرى اللي خدت طابع تجاري واللي كاينه حاليا ولات كتبع الستيل الاوروبي، حيت المغاربه ديك الوقيته كان كيبان لهم التعليم الجيد هو اللي بالفرنسي، وحتى هي بدات كتقري الفرنسي وتخلات على القيم ديالها اللي كانت في الاول ديال المغاربه والعربيه وداك الشيء، وبقات كتقلب على راس المال. راكم نتوما عارفين الوضع كيفاش داير. من ناحيه التعليم الاوروبي تحدث وتحول لنظام البعثات، مدارس ديال لي ميسيون واللي مازال كاينين لدابا، بعثه الفرنسيه الاسبانيه وكذا، راكم عارفين لي سيليوطي ديكارت وهذا الشيء، واللي مازال لحد الان يقدروا يدخلوا فيهم المغاربه بواحد الشروط وكذا. من ناحيه التعليم الاصلي بدا كيتحيد بشكل تدريجي باش يتوحد مع التعليم الرسمي. من ناحيه التعليم الرسمي طبعا لغى داك النظام الطبقي اللي كان قبل ديال المدن البوادي ولاد الاعيان، تحيد هذا الشيء ودار منهج دراسي موحد، وتحيدوا المدارس اللي كانوا في مناطق الاستعمار اللي كانت تستعمر اسبانيا وتوحدوا مع المدارس اللي في مناطق الاستعمار اللي كانوا فيها فرنسا، ولا مدرسه وحده. هذا الشيء اللي طرا في التوحيد. واش كيبان لكم دار التوحيد ولا ما دارش؟ من جهه التعميم الوزاره ديك الوقيته خدمت اي واحد كيعرف يقرا ويكتب سواء بالعربيه او لا بالفرنسيه، المهم كتعرف اجي تخدم كاستاذ ولا معلم. دارت لهم دوره تكوينيه خفيفه بالزربه ودوزتهم الاقسام. ديك الوقيته المغاربه اللي كان عندهم مستوى تعليمي مزيان ما كانوش كيبغيو يخدموا في التعليم، كانوا كيبغيو يخدموا كموظفين عند الدوله تماما كيف ما واقع دابا. هذا الشيء اللي خلى الوزاره تجيب الاساتذه من فرنسا بهدف يدخلوا اكبر عدد ممكن من الاطفال للمدرسه. تستعمل واحد النظام ديال التناوب في الحصه، يعني استاذ تيقري شويه يخرج يدخل استاذ الاقسام ديالو يقري، وهكذا بقاو يدوروا لانه ما كانوش مدارس كثار والاقسام كلشي كان كيعمر. هذا الشيء خلى انه عدد التلاميذ يوصل في عام 1960 ل 609,000 تلميذ من اصل 1,600,000 طفل اللي كانوا في سن تمدرس، يعني تقريبا الثلث اللي قدروا يقريو. من جهه المغاربه كانوا كيعنيو بها مغاربه الاطر، وهذه القضيه كيف ما شرحت قبل مستحيل لانه ما كانوش اطر، والدوله استعنت بالفرنسيين. في عام 1959 تقريبا 15,000 استاذ اللي كان تيقري في التعليم الابتدائي والثانوي. في الابتدائي تقريبا اكثر بشويه من نص ديال الاطر اللي كانوا مغاربه والباقي اجانب خصوصا فرنسيين. اما في الثانوي اللي كما قلت لكم كان فيه 7 سنين نسبه الاجانب خصوصا الفرنسيين كانت كتفوت 85% من الاساتذه. الطلب على الاساتذه الاجانب في المغرب كان كيزيد عام على اخوه، ما بدا كينقص حتى العام 1961 وما بدا ينقص في السلك الثانوي والاعدادي حتى للسبعينات. وهذا الشيء قلت لكم اثر بشكل كبير على الشق الرابع في هذا الشعار واللي هو التعريب. من جهه التعريب القضيه كانت مرونه ومزعلكه، الامر صعب لعده اعتبارات، اولها تقني، الموارد البشريه اللي كانت غالبيتها بالفرنسي وما كانوش الاطر اللي كيعرفوا يقراو بالعربيه، يزيد على ذلك ما كانش ترجمه العلم من اللغات الاجنبيه للعربيه، قليله الترجمه في المصطلحات، ما كاينش باش تقرب العربيه اصلا خصوصا المواد العلميه. زيد عليها حتى المشكل ديال الافكار السياسيه، عندك الطبقتين اللي عاودت لكم، واحدين ديال الشرق والاخرين ديال الغرب. الا مثلا الطبقه اللي تفكيرها الشرقي هي كانت في صناعه القرار، راه التعليم كيبدا يميل شويه للتعريب، والعكس الا كانت الطبقه اللي تفكيرها غربي اللي في صناعه القرار التعليم كيبدا يميل للفرنسه اكثر. وعلى العموم وبشكل عام لغه التدريس كانت كتبدا بالعربيه وكتسالي بالفرنسي. العام الاولين في الفتره ديال السبعينات كانت كتقرا 100% بالعربيه، ومع كتدخل العام الثالث من السنه الاعداديه كتزاد لك الفرنسي، ولكن ما كتزادش فقط كلغه كتعلمها ماده لغه، لا، وانما كتزاد كاداه للتدريس، يعني اللغه باش كتعلم. مثلا كتلقى الطفل تعلم في العام الاول ولا الثاني درس ديال الحساب بالعربيه
كيعاود يتعلم نفس الدرس ديال الحساب ولكن بالفرنسي في العام الثالث ولا الرابع. وقد ما انت طالع في المستوى ديال التعليم قد ما الفرنسي كتاخذ مساحه اكبر كلغه تدريس، خصوصا في الشعب العلميه. كلشي كان بالفرنسي، راه الفلسفه والتاريخ والجغرافيا كاملين كانوا بالفرنسي. الدكتور عابد الجابري دار هذا الجدول اللي كتشوف حدايا واللي كيبين فيه النسبه ديال استعمال اللغه الفرنسيه في كل مستوى دراسي. في الشعب الادبيه اللي كدور مع المخصص تكون بالعربيه نسبه استعمال اللغه الفرنسيه في التدريس فيها واصله ل 54%، اما في الشعب العلميه وصلت ل 73%. والتعليم العالي كان 100% بالفرنسيه. في عام 1963 خرج ظاهر الزاميه التعليم واللي تيقول باللي التعليم اجباري، وتصوبت في هذا العام بكالوريا مغربيه عوض البكالوريا الفرنسيه. وفي هذا الوقيته بدا كيتفكر في التكوين المهني للناس الكثير اللي تيخرجوا من القرايه وما تيكملوش قرايتهم، اصحاب الهدر المدرسي. في نهايه عام 1964 وصلت النسبه ديال الاطفال اللي كاين في المدارس الابتدائيه ل 47% عوض 39% اللي كانت قبل، ونسبه الاميه كانت هي 87%. تعميم التعليم كان كيتقام غالي على الدوله. مع الاسف عامه الشعب ما قاريش والقدره الانتاجيه ديالو ضعيفه، والاقتصاد المغربي حريرته حريره، والدوله ما عندهاش الفلوس باش تفك هذه الحريره. من البدايه كاين الضغط. يوسف بن العباس وزير التربيه الوطنيه ديك الوقيته في عام 1965 خرج قرار كيحرم فيه كل تلميذ فيه 17 عام انه يدخل الثانوي. حبس هادشي اللي خلاهم يجريو على الطلبه اللي فايتين هاد السن او لا غادي يوصلوا ليه قبل لا يدخلوا الثانوي، وهذا خلق مشكل. الدوله تهنات مصاريف كثير اللي كانت تصرفهم على التلاميذ، ولكن وقعوا احتجاجات كثيره في مدينه الدار البيضاء في مارس 1965 واللي ماتوا فيها الناس بالمئات مع الاسف. في عام 1973 المدارس في المدينه كان كيقرا فيهم تقريبا 823 الف تلميذ، في حين المدارس في البوادي كان كيقرا فيهم 388 الف تلميذ، رغم انه نسبه المغاربه اللي كانوا في البوادي ديك الوقيته تتشكل 65%. ما زال وضع التعليم في ديك الوقيته بعيد جدا على الطموحات ديالنا، وهنا دارت واحد الخطه جديده باش تدخل الماكسيموم ديال الاطفال للتعليم وتحارب الهدر المدرسي. وبسببها في عام 1977 وصلت نسبه الاطفال في المدارس ل 56% عوض 42 اللي كانت في 72، كان تقدم ملحوظ. وفي عام 1974 اطلق التكوين المهني اللي كان مصوب فيه مستويات كتراعي السنه اللي خرج منها التلميذ من المدرسه في الهدر المدرسي. في ديك الوقيته دارت واحد الخطه لمحاربه الاميه واللي الاساس ديالها اللي كيعرف يقرا سواء كان معلم ماشي معلم ما شغلناش يعلم الناس الكبار اللي ما كيعرفوش يقراو ويكتاب، وهذا الشيء اللي هبط من مستويات الاميه في المغرب حتى وصلت ل 60% في بدايه الثمانينات. والثمانينات كانت الكارثه العظمى على التعليم في المغرب. علاش؟ لانه كانت الاوضاع الاقتصاديه في المغرب اقل ما يقال عنها كارثيه. ازمه ديال الجفاف قاصحه واللي حاليا المغرب كيعيش اكثر منها، زيد على ذلك ارتفاع خيالي في اسعار الطاقه بسبب ازمه البترول اللي كانت في 79. هذا الشيء ادى لواحد التضخم عنيف في اسعار السلع وخلى المغرب ما يقدرش يخلص الكريديات الخارجيه اللي عليه واللي خصوصا بالدولار. ما بقاش عندنا الدولار وطرات لنا الازمه. هذه الفتره من تاريخ المغرب راها مهمه جدا، وان شاء الله غادي نديروا عليها فيديو خاص اللي كيشرح سياسات التقويم الهيكلي اللي خلقت لنا الهيكل الاقتصادي اللي تنعرفوه اليوم. حلقه ان شاء الله تكون ممتعه غادي نديروها في حلقه خاصه، غير صبروا. هذه الفتره من تاريخ المغرب كان فيها توتر سياسي وشعبي قاصح وناض فيها الصداع والروينه. في هذه الفتره ديال الثمانينات عرفت تغييرات مهمه في نظام التعليم. التعليم الاساسي اللي كان فيه فقط الابتدائي تبدل، كان فيه غير 5 سنين ردوا فيه 6 سنين. والتعليم الثانوي اللي كان فيه 7 سنين قسموه لجوج مراحل، مرحله اللي هي الثانوي الاعدادي اللي حنا تنعرفوا الاعدادي، والثانوي التاهيلي اللي هو الثانوي اللي تنعرفوا حنا الثانوي. هذيك المرحله ديال الثانوي الاعدادي حيدوها من الثانوي وخشاوها في الاساسي، ولا التعليم الاساسي هو الابتدائي والاعدادي. الاعدادي كان فيه 4 سنين رجعوا فيه 3 سنين، والابتدائي كان فيه 5 سنين ولات فيه 6 سنين. واش شنو كيعني؟ كيعني انه اجباري على انك تقرا التعليم الاساسي، يعني ولا ضمنيا اجباري انك تكمل حتى الاعدادي، ولكن هذا الاجباري راه غير في الاوراق، اما في التطبيق يستحيل تطبق انه يكون اجباري لانه كيعدل ليه خاصك كيعد. في هذه الفتره وبالضبط في الموسم الدراسي 86 87 تعربت المواد العلميه في السلك ديال الاعدادي والثانوي، وطرا تغيير على ماده الفلسفه. الماده ديال الفلسفه اللي كانت في بدايه السبعينات بالفرنسيه تعربت في اواخر السبعينات بدايه الثمانينات وبدات كتهمش في النصف الثاني ديال الثمانينات. تقلصت عدد الساعات ديال التدريس ديالها وحيدوها نهائيا من شعب الاقتصاد والحقوق ومراكز تكوين المعلمين، وتزادوا
مكونات اخرين بحال الفلسفه الاسلاميه والفكر الاسلامي، ولاو تيقريوها الناس اللي متخرجين من كليه الشريعه. السمه الاساسيه اللي كانت في قطاع التعليم في الثمانينات في المغرب هي عدم الاستطاعه في مره انه يدمج جميع الاطفال المغرب انهم يقدروا يقراوا. وصل عدد تلاميذ المدارس الابتدائيه الحكوميه في الموسم الدراسي ديال عام 1985 عام 1986 جوج المليون و200 الف طفل، في حين انه عدد التلاميذ اللي خاصو يكون في المدرسه ديك الوقيته هو 3 المليون و83 الف طفل. مئات الالاف من الاطفال ضاعوا من المدرسه، والناس اللي كانوا كيقراو في المدارس العنوان العريض اللي عندهم هو التكرار والهدر المدرسي. نسبه التكرار في المدارس الابتدائيه وصلت ل 79.2%. نسبه التلاميذ اللي كانت كتقدر توصل للاعدادي هي 33% فقط. واللي كيدخلوا عاوتاني الاعدادي نسبه 14% منهم كيخرجوا من المدرسه. 60% من الناس اللي تيقراو في الاعدادي كيسقطوا على الاقل مره واحده، والبقيه اللي كتقدر تطلع منهم للثانوي حتى هما فيهم كوارث. 23% اللي كيدخلوا من السلك الثاني ديال الثانوي ما كيكملوش قرايتهم، و50% منهم تيدوبلوا عاوتاني في السلك الثاني ديال الثانوي. ورغم انه الارقام كتقول انه كاين تزايد في عدد الاطفال اللي كيدخلوا للمدرسه، الا انه استحاله ادماج هذا الكم الهائل من الاطفال في المدرسه خلى يكونوا واحد القرارات عجيبين. عاوتاني في الموسم ديال 1984 و 1985 جراو على 312 الف تلميذ من الابتدائي بحجه انهم كبار في السن او لا سقطوا اكثر من عام. اهم الاجراءات اللي اثرت على التعليم في فتره الثمانينات هي خفض نفقات التعليم بشكل كبير نظرا للازمه، اصلاح التكوين المهني باش يستوعب الناس اللي خارجين من الهدر المدرسي، وتشجيع التعليم الخصوصي باش يخفف الضغط على الدوله واللي حاضر اليوم بقوه. في الفتره ديال التسعينات التعليم كان تحصيل حاصل للسياسات اللي كانت قبل منه، كان تحسن طفيف في بعض الارقام ولكن باقي الوضع بعيد على الغايه اللي بغينا نوصلوا ليها. متوسط سنوات الدراسه ديال التلميذ مغربي ما بين 15 و 24 عام كان في عام 1962 3 سنين فاصله 23. هذا المتوسط اللي طلع في عام 1994 ل 4 سنين فاصله 49. واخا وكذاك مازال بعيد، باش انت عندك 24 عام قاري 4 سنين، وما وصل هذا المتوسط ل 6 سنين فاصله 8 حتى لعام 2010. نسبه ولوج الاطفال الابتدائي في التسعينات وصلت ل 65%. في عام 1999 غادي ترى واحد من اهم الاحداث اللي وقعوا في تاريخ المغرب واللي هو الميثاق الوطني. والميثاق الوطني للتربيه والتكوين هو واحد الكتاب فيه الاجراءات اللي خاصهم يداروا في التربيه والتكوين في المغرب، واللي صوبته واحد اللجنه ملكيه واللي كانوا فيها 33 شخصيه خدمتهم يصيغوا لنا هذا الميثاق. فهذا الميثاق عاود قلب لنا الضمسه كامله، حيد لنا التقسيمه ديال التعليم اساسي وتعليم ثانوي، حيد كلمه اساسي في مره وخلى ابتدائي، ورجع لنا داك الاعدادي اللي كان داخل في الاساسي رجعوا حتى هو اعدادي ثانوي والثانوي التاهيل اللي تنعرف. وعاود اكد على اجباريه التعليم عن طريق السن ماشي المستوى، ولا التعليم اجباري الى حدود 15 عام، وخلق شعب جديده بحال شعبه العلوم الحياه والارض ولا شعبه الهندسه الكهربائيه وغيرها من الشعب، وحدد بتفاصيل كيفاش غادي يكون التعليم وشكون يدخل فيه وكيفاش، استعمال الزمان وداك الشيء حطوا كامل التفاصيل. هذا التلميذ شحال خاصو يقرا، فين خاصو يدخل، كي غادي يكون الدخول المدرسي. وفي هذا الميثاق فين حددوا انه التلميذ خاصو يقرا 34 اسبوع في السنه الدراسيه، وعدد الساعات ما بين 1000 حتى 1200 وبزاف ديال التفاصيل. وفي الميثاق نيت تذكرت القضيه التعليم الامازيغيه، وقالوا فيه انه التعليم الاولي خاصو يكون عمومي على جميع المغاربه في عام 2004. هذا الشيء اللي قلت لكم خرج في 1999. في 2002 الوزاره ديال التربيه والتكوين خرجت لنا واحد اللعيبه سميتها الكتاب الابيض. هذا الكتاب الابيض كانوا فيه مجموعه من الاجراءات اللي كتماشى مع الميثاق الوطني، ومن بين اهم الاجراءات اللي كانوا فيه انهم غيروا الدورات الدراسيه. العام كان فيه 3 دورات كل دوره فيها النقطه ديالها والعطله وكذا، حيدوهم ورجعوهم 2 دورات اللي كاينين دابا. وبهذا الكتاب الابيض صوبوا مواد جديده بحال الاعلاميات والتربيه على المواطنه. هادشي اللي قلت لكم في الميثاق الوطني. والكتاب الابيض زوين وهو مكتوب في الوراق، ولكن في الواقع شيء اخر. حسب دراسه دارها المكتب المغربي للدراسات والابحاث بخصوص التعليم الاولي، قال فيها باللي على مدار 9 سنين من عام 2009 حتى لعام 2018 ما فاتش معدل الالتحاق بالتعليم الاولي 51%. تذكروا الميثاق قال في 2004 غادي نكونوا فضينا مع التعليم الاولي واللي عمومي، 2018 باقي 50% ما كاينينش في التعليم الاولي. وهذه الدراسه كتقول انه على الاقل 60% من هاد 51% اللي كان عندهم التعليم الاولي التعليم ديالهم تعليم غير مهيكل، يعني ماشي مدرسه وكذا، راه كتلقى غير الجامع ديال الحومه كيقرا فيه شويه القران وكذا. كيف ما طرا لي حتى انا قريت التعليم الاولي في الجامع. وفي 2008 المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي خرج نتائج ديال واحد البرنامج سميتو برنامج الوطني لتقييم المكتسبات بنيه. هذا واحد التيست كيديروا المجلس على التلاميذ اللي كاينين في الابتدائي والاعدادي، كيشوفوا واش اكتسبوا قدرات في دماغهم من غير النقاط وهذا الشيء، لا قدرات عندهم واش كيعرفوا ولا ما كيعرفوش. وكيديروا واحد التجارب في
الماط كتابيه يقراو داكشي ويعرفوا المستوى ديالو، والنتائج ديالو كانت صادمه. تيقولوا بلي يلاه 40% من الطلبه كاملين اللي كاينين في الابتدائي اللي قدروا يجيبوا نقطه اكثر من المعدل، ولتحت كامل هي تحت المعدل هي جايبين المعدل بزز. 92% من الطلبه ديال الثانيه اعدادي ما جايبينش النقطه في الماط، جابوا نقط قل بكثير من المعدل في الرياضيات، و90% من الطلبه في ماده علوم الحياه والارض جابوا قل من المعدل بكثير. زياده على هذا الشيء اختبارات اخرين دوليه هذه الخطره ماشي مغربيه، بحال اختبار تيمز TEMSS واختبار بيلز PERLS. هانتوما كتشوفوا شنو كيعني هذا الشيء، تلقاو باللي النيفو ديال الطلبه غادي وكيطيح. المستوى ديال الطلبه في الرابع ابتدائي طاح بزاف من عام 2003 حتى لعام 2011، ولقاو المده ديال 10 سنين اللي كانت ما بين 2001 و 2012 المناخ الدراسه في المغرب تدهور بشكل كبير. 60% من التلاميذ ديال الرابع ابتدائي تيقراو في مدارس اللي شبعانه مشاكل ديال الانضباط وغياب الامن والتاخر على المواعيد الدراسيه والغش في الامتحانات والفوضى والاكتظاظ والتهديد. وهنا عاوتاني فين تبرمج مشروع الاصلاح التعليم، اصلاح والاصلاح، واللي سميتو المخطط الاستعجالي 2009-2012. هذا المخطط الاستعجالي دار من طرف الحكومه، الهدف منه نسرعوا وتيره الاصلاح لانه داك الشيء غادي ثقيل، اصلاح في اصلاح في اصلاح في اصلاح. ومن بين الاهداف الرئيسيه لهذا المخطط الاستعجالي انه تزاد السعه في القدره ديال استيعاب الطلبه الجداد، يعني تبناو مدارس كثيره جديده ويتوسعوا القدام. ولهذه الغايه كان غلاف مالي ديال 43 مليار ديال الدرهم، نطح درهم، راه مبلغ كبير تخص التعليم في هذا المخطط. دار هذا الشيء ولا ما دارش الخبراء غادي يعطيوهم من المجلس الاعلى للحسابات في واحد التقرير على هذا المخطط صادم. التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات تيقول باللي كان الهدف من هذا المخطط هو بناء 1164 مدرسه جديده. دابا بغيتك تقول لي في التعليق قبل لا نكمل في نظرك شحال داروا من المدرسه؟ شحال؟ 286 مدرسه اللي تصاوبت، يعني نسبه انجاز ما كتفوتش 25%. التقرير تقال انه من الاهداف ديال هذا المخطط الاستعجالي اللي كان خاصو يسالي في 2012 هو انه 80% من المدارس الابتدائيه خاص يكون فيها التعليم الاولي، على اساس في 2015 100% من المدارس الابتدائيه يكونوا فيها التعليم الاولي. ولكن في الموسم الدراسي ديال 2017-2016 نسبه المدارس الابتدائيه اللي فيها التعليم الاولي شحال؟ 24%. عاود ثاني الاصلاح فشل. هذا الشيء خلى المجلس الاعلى ديال التربيه والتكوين والبحث العلمي يدير مقترح من عنده لاصلاح التعليم، وهذا المقترح اللي سماه الرؤيه الاستراتيجيه 2015-2030. بزاف من الاشياء اللي جات بهم هذه الرؤيه الاستراتيجيه كانوا ديجا في الميثاق الوطني ديال 1999، بحال تعميم التعليم الاول. من اهم الاجراءات اللي دارت باش تحقق هذه الرؤيه الاستراتيجيه اللي دار المجلس هي هذه الخطره قانون اطار ديال التعليم. هذا القانون اللي فيه بزاف ديال الاشياء، من اهمها يولي التعليم الاولي الزامي على الدوله، يعني خاصها ديروا وعاودوا رجعوا المواد العلميه اللي تعربت في 86 انهم يبداو يتقراو بلغه اجنبيه. هذه الخطره ماشي بالضروري الفرنسيه، تقدر تكون الانجليزيه ولكن ماشي بالعربيه. علاش؟ لانه التعليم العالي كامل بلغه اجنبيه، يا بالفرنسيه يا بالانجليزيه، فهمتي؟ والقانون دخل لحيز التنفيذ في 2019. السمه العامه ديال التعليم في العشريه الثانيه ديال الالفينات 2012 2015 16 وكذا هي الاكتظاظ. الدنيا مزاحمه، والسبب الاساسي كتشرحوا في هذا الفيديو هذا هو المغادره الطوعيه اللي دارت الحكومه ديال درجه الطو، زائد السن ديال الاساتذه اللي كبر ولاو كيخرجوا للتقاعد، ولا عندنا عدد كبير من الاساتذه خارجين التقاعد والدوله ما تقدرش تعوضهم لان ما عندهاش الفلوس باش تخلص اساتذه جداد. وهنا فين اخترعت وابتكرت مشكل جديد واللي هو التعاقد. التعاقد والاساتذه المتعاقدين كان هو الرمز والسمه ديال التعليم على مدار هذه ال10 سنوات الاخيره. وانا من 2018 وانا كندوي على هذا الشيء وشرحته بتفاصيل ممله جدا في هاد 3 الفيديوهات. دخل لهم من هنايا غتفهم كلشي شنو واقع. هذا المشكل اللي كان طابع التعليم في المغرب هذه السنوات الاخيره ما غادي يتحل حتى لشهر جوج 2024 هذا العام اللي حنا فيه واللي كنصوروا فيه دابا الفيديو. الحصيله العامه من الاستقلال حتى لدابا هي 23% من المغاربه مازال الاميين، وهذه الارقام ديال 2022. نسبه التمدرس في الابتدائي والاعدادي وصلت ل 100% و76.9% ثانوي. ولكن بالمقابل الهدر المدرسي كبير وكبير بزاف. اكثر من 300 الف تلميذ كل عام كيخرج من المدرسه وما كيكملش قرايته. نسبه التعليم الاولي في 2024 وصلت 78.7%. وراه غير المعلومه فرنسا كان 100% من التعليم الاولي في هذه الشريحه العمريه ديال 4 سنين 5 سنين في عام 1980.
81. يعني على الاقل حنا معطلين عليهم بواحد 40 حتى ل 60 عام، لان حنا مازال ما وصلناش 100%. كيف ما شفتوا استعرضنا في هذه الاحداث التاريخيه من الاستقلال حتى لدابا، من القيطون خرج ميل. والسياسه التعليميه كان الاساس ديالها انها ترقع من الديبار، ما تصنعش سياسات مبنيه من الاول لان الظروف ما كانتش كتسمح. والاستعمار دار خدمته بواحد الطريقه كبيره اللي مازال التاثيرات ديالو علينا واقعه حتى لدابا. وراكم فهمتوني شنو بغيت نقصد. في اختبار دولي سميتو بيزا اللي كتشارك فيه 81 دوله واللي كيعبر المكتسبات المعرفيه اللي عند الطلبه اللي عندهم 15 عام لتحت، نتائج طلبه المغرب فعلا كارثيه. طلبه المغرب التنقيط ديالهم دون المتوسط بمراحل كبيره، جاو في الترتيب 71 في الرياضيات مقارنه مع 81 دوله، و79 في القراءه مقارنه مع 81 دوله، و76 في العلوم مقارنه مع 81 دوله. هذا المستوى الضحل ديال التلاميذ ديالنا تاثر مباشره على معدل التنميه البشريه في المغرب. راه تنقيط المغرب في مؤشر التنميه البشريه راه كيجيب الحشومه، راه عيب وعار. التنقيط ديال المغرب في هذا المؤشر قل من دول فيها حروب عندها ازمات اقتصاديه كبيره بحال لبنان وليبيا، واحسن منهم في مؤشر التنميه. والسبب الاساسي علاش هو هذه القضيه ديال التعليم. عرفت راسي باللي طولت بزاف في هذا الفيديو. لا انا لا فريق العمل صوبنا هذه الحلقه خصيصا للناس الشغوفين واللي باغيين يعرفوا اشنو وقع حتى وصلنا لهنا. فدابا بغيت نعرف الراي ديالك من بعد ما عرفتي هذا التاريخ كامل. اشنو السبب الاساسي اللي خلانا نبقاو نتخبطوا في هذا المستنقع اصلاح التعليم واصلاح الاصلاح واصلاح علاش؟ واش كان ممكن في شي فتره من التاريخ نغتنموها ونصلحوا هذا المشكل الكبير وزقلناها، ولا كيبان لك راه باقي الحال؟ بغيت نعطيك غير معلومه قبل، راه نسبه الشباب في المغرب غادي وكتنقص، كنداو على هذا الشيء في واحد الفيديو هنا بالتفاصيل. حتى المغرب غادي يولي دوله عجوزه وما غيبقاوش حتى الطلبه اللي دخلوهم للتعليم. اشنو بان لك؟ بغيت الراي ديالك بالتفصيل تحت في التعليق. الا عجبك هذا المحتوى بارطاجي مع الاصدقاء ديالك باش يعرفوا الفيلم كيفاش داير، وما تنساش لابونمون ديالك غتخلينا حنا نستمروا، بلا بها صعيب يطلعوا لك الفيديوهات ديالنا. وانا عارفك انت دابا اللي كتفرج فيا راك متابع سبيسيال، وبغيت نقول لك شكرا جزيلا، وانا فعلا فخور بك اخويا ولا اختي اللي كتفرجوا فيا، لانك قدرتي تكمل هذا الفيديو حتى للاخر. تهلا.